السلام عليكم، أنا سميتي كنزة حسون. ساكنة في واحد منطقة سميتها سيدي الحجاج نواحي ديال ستارز. المهم ملي أنا وصغيرة كنت كنقرا بحال شي بنت عادية كتمشي للمدرسة كتجي عادي. المهم شوية حبست المدرسة فهمتي مع البعد وداك الشي. المهم في المدرسة بقيت في دارنا جالسة، جالسة مع الوالديا وخوتي هاكا عادي بحال أي بنت كتجلس في دارهم عادي، هاكا كدير الشغل ديال الدار وصافي. المهم كتعاون في الدار شوية فهمتي. جات اختي وقال الوالدة قال إلا بغات كنزة تمشي تخدم عند شي ناس زعما تعاون راسها وتعاونكم. قلت لها واخا مرحبا ماشي مشكل. مشيت صافي وداك النهار غير الغد الصباح عرفت الوالدة ديالي مشات معايا وصلتني حتى لديك حتى عند اختي. صافي ورا اختي داني عند هاد الناس، يعني قلت غنجي عندهم وغنخدم فهمتي، نعاون راسي ونعاون والديا حتى هما حيت فهمتي على قد الحال داكشي. راك تعرف الناس ديال البادية كيكونوا على قد الحال. ياك المهم هاكا خدمت عند هاد الناس. الشهر الأول كانوا معايا مزيان، يعني كيتعاونوا معايا بحال وحدة من العائلة ديالهم، ولكن شوية معرفتش كيفاش تبدلو معايا. الشهر الثاني بداو فهمتي بداو شي تصرفات معاهم، مرة كيعايروني مرة كيضربوني، ضرب خفيف ولكن من بعد ولاو كيضربوني ضرب قاصح فهمتي. يعني داك الضرب بحال ديال البوليس فهمتي، ماشي شي ضرب لي عادي. يعني مكايناش شي بلاصة لي مكيضربونيش فيها، أي حاجة عندهم بيديهم كيضربوني بها، لا المرا ولا الراجل كيضربوني بأي حاجة عندهم بيديهم. ما عندهمش المشكل واش نتقص سلاحات واش نتهرس واش نقدر نولي مشلولة ولا نتعطل، ما عندهمش المشكل. المهم هما يضربو صافي أي حاجة عندهم في يديهم، يا كابل يا فهمتي يا في الكوزينة في الماعن أي حاجة تقدر تهزها وتعطيك بها كوفوا فهمتي. المهم حتى هنا ضرباتني بواحد ديال هذا راني مشيت درت سكانير عند الطبيب وقال لي راكي مهرسة من هنا ومهرسة من هنا، وحتى ودني هكا كانوا كيضربوني بزاف ودارت وحسن حتى هي ضربني على رجلي حرس عليا هكا. وحتى شعري كانت كديرو نتفاتو ليا أصلا تفاتو ليا من هنا. شوف هاد البلاصة عندي راها خاوية كانت كضربني ليه. المهم وليفي حتى هو كلو داير وعينيا كانت كضربني وظهري أصلا كانت كضربني واحد الكابل. واحد المرة ضربتني بواحد الكابل يعني ظهري كله بقى فيه الأطراس، دابا نيت باقي الأطراس كله في الكابل. وواحد المقلة كانت قاصحة كضربني بها حتى هي هكا في راسي. حتى واحد النهار ترسات المقلة في يديها، بقات لها المقلة في يديها ولكن واخا هكا كانت كضربني ديما، يعني هكا حتى كنوض كتضرب فيا بلا شي سبب، واخا ميكونش شي سبب كضربني خاصها ضروري تضربني صافي ما عندهاش مشكل. هذا قدام كضربني على قبل عصبو ولا داو شي حاجة متبقاش نضربو هما وتجي عندي أنايا تضربني. كنا جالسة ولا كنكون ندير شي حاجة في الشغل تضربني ولا تدفعني برجلها تجيبني للأرض فهمتي. ولا المهم هكا كتعصب عليا غير بوحدها حتى التليفون ما كنتش كنهضر مع عائلتنا اصلا كاع. لا هضرت هي اللي كتقولي اجي هضري، ولا هضرت كتقولي داكشي اللي قالت هي خصني نقولو انا فهمتي. نقول لها مخليه فيا راه دايره ليا، واخا داكشي بالعكس حيت لا قلت داكشي اللي ما بغاتش هي غتكون عاوتاني ديري مزيان وتقتلني بالعصا. كتقول لي غنقتلك انت نرميك في البحر ولا شي حاجه وحتى واحد ما يدخلك الخبار. يعني الا درت لك هكا راه حتى واحد ما يقول فين مشيتي، نقول لهم راه خرجات من الدار بوحدها وما شفتهاش. يعني صارت تسني في العيد الكبير الصراحة قلت لها نمشي لدارنا وما خلاتني تشوف واش هضرت مع دارنا. قالت لي من راه هي اللي مبغات تجي ماشي انا اللي ما حبستها، ولكن الصراحة هي اللي حبستني ماشي انا اللي مبغيتش نمشي. وعاد عاوتاني صافي هكا وبقيت فهمتي بقيت معاهم واخا العيد هكا دوزت العيد خايب فهمتي العواشر عاوتاني. اصلا نهار مشيت عندهم عمرني ما مشيت لدارنا ديما كتحبسني وتقول لي راه هي اللي مبغات تجي عندكم ماشي انا اللي مبغيتش نصيفطك. كنقول لها سيري وهي ما كتبغيش تمشي، ولكن داكشي العكس اللي كتقول. يعني كتكذب بزاف على دارنا وانا ما كنقدر نقول لهم حتى شي حاجه غير باش ما تضربنيش فهمتي. واخا كانت كضربني واخا كان يعني داكشي اللي كدير كضربني من الفوق. المهم قالت لي وفاش استغليت الفرصه صافي قدرت نهرب فهمتي. البارح هربت ما حسيتش براسي حتى صراحه. قالت لي خرجي قومي ديال بالحاشاكم وانا خرجتها. ملي خرجتها صافي خليت لها داك الطارو تما حاشاك وصافي وخشيت مبقيتش رجعت. تلاقيت مع واحد السيد اللي عمرها دار سيد زهير هو اللي عاوني بزاف مطلق